ايوه يا عادل. ايه الاخبار؟ كل شيء تمام؟ البضاعه كلها جاهزه؟ انت عارف هو هتعمل زي كل مره، فلوسي كلها على الترابيزه، سلم واستلم. يا اخي انت دخلني قبل بطل مالكش دعوه بيه، انت راجل مال. يا عم اخلص يخرب بيتك ده بابوه. يا عم انت مالك؟ انا عايز الحيوان صاحب البيت دي. يا عم استنى يا اللي انا قلت لك على اللي انت شايله في ساعه واحده. انت يا حيوان يا اللي بره اقفل يا عادل. يا سعاده البيه مالك؟ انا سامعك بتشتم من بره. انت هتاكلني ولا ايه؟ ليه حكايتك يا انت باشا؟ بتعمل ايه يا حيوان؟ وايه الصوت العالي في الفيلا بتاعتي؟ ما انا جاي لحضرتك عشان اقول لك اتفضل قول. ها عندك وضع؟ لا يعني هنقول لك يعني عن احتمالك يا باشا مش طايقني ليه انت؟ والله انا مش طايقك خالص. اسمع الحكايه عشان عندي شغل في اتفضل. الجنينه. ايه اللي بيحصل بره؟ كان في راجل ايوه واقف ضرب الجرد يخرب بيت الجامعه مخدرة بحلاوه وجاه وماشى وراح جاي طالع بره له عربيه الليمون وقعت خلاص. اوعى يا عم نلم حق الناس يخرب بيوتكم. جاتكم الطبله خد طاقه ده وطاقه باجي تقول لحضرتك. واحده يا بغاوي، انا مش فاهم حاجه. واحده حاضر يلا. كان ايه اللي بيحصل بره؟ كان فيه راجل. ايوه عرفنا ان في راجل بره. بيعمل ايه الراجل ده؟ ما انا هكمل لك اهو. اتفضل. ها كان فيه راجل ايوه وست. يخرب بيت ام الست. ما تقول يا عم بيحصل ايه؟ كان فيه راجل وست واقفين تحت الجرد اللي على الباب بوم 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 بتخبط على البيت اللي ده بجاهم عدى عربيه الليمون وقعت. لما حد الناس تخرب بيت الجاب ابوك وحريت لك لما حد الناس جاتكم اسطبل صفرة جاي لحضرتك اقول لك. تصدق وتؤمن بايه؟ لا اله الا الله. انا كل ما اقول ما اشتغلش مع امك في اي عرض برضه بشتغل. كل عرض عرفني انت والمخرج. هو فين؟ هو انت بغرق؟ هتطول مني؟ ده انا صايع. اضربني عايز اتوب. بابك ايه؟ انت بتعمل ايه يا حيوان هنا؟ استني يا فطنة، انا هضربه بالجزمه وبعد كده ادولك تتكي عليه. هو انت بغرق لما تغير صوتك؟ ولد انا مش هعرفك، ده انا هربيك انت والحيوان. ضرب عليه يا فوق ضرب عليه ومش عليا انت جميع. اضربني عايز اتوب. ها انت فاكر نفسك مين؟ انت مين يا حيوان؟ ايه ده؟ انت بتغير صوتك؟ فاكر مش هعرفك؟ انت يا ولد مش هعرفك يا عم انت يخرب بيتك ده لسه جاي. يا عم ما انا كنت مستمتع وانت بتطبخ. هو الصوت المعفن ده اللي كان بيكلمني بره. ايوه هو ده. صح ايوه هو ده ساعات بيخرب بيت الدابه. هو اللي انا كنت بضربه عثمان ايه؟ ما تقولي من الاول. ده انت حوله. حقك عليا يا بيه، الغريب اعمى ان كان بسيط ويتخيل بقى ان انا اعمى اصلا. ده انت اعمى القلب والنظر. ليه كده؟ ليه تجرحني؟ ربنا يعميك يا رب. ربنا ياخدك يا امين. انت بتيجي على ربنا يشلك. خلاص يا سيدي. ده اللي يزعلك انت فهمت غلط. خلاص يا فطنة خلاص. ايه يا ريت يا بيه تشوف لنا شغلانه انا والمسكينه دي عم شغل. بعد كل اللي انت عملته ده عايز شغل. انا ما عنديش شغل ليك. يلا بالسلامه. يلا خلاص يا فطنة خلاص. ملناش لقمه عيش. يلا بينا. استنى يا ولد. استنى يا ولد. ما شاء الله ما شاء الله. لا ده انا هشغلك عندي عشان انت حلو وجميل ومقلوص. سعادة البيت. بيتك. انت حلو
طز فيك انت وفريده هانم. انا هنا راجل البيت يا حيوان. اتعينت امتى؟ انت مالك انت؟ يعني خلاص وافقت تشغلنا يا بيه؟ طبعا ده انا هشغلك. يخرب بيت جمال شعرك. شعري؟ يخرب بيت جمال اهلك. يخرب بيت بقول لك ايه، انت كده خلاص اشتغلت عليك. شفت يا بنت يا فتنة؟ شفت ربنا محبب الناس الاكابر في جوزك ازاي؟ يا سعادة البيت يا عم، حبب ايه وسبت ايه حبايه لما تخرم عندي ده بابوه. اسمع، هتسأله فريدة عامل هتضربك بالجزمة. يا فريده هانم دي انا اديها 100 جزمه. هقول لك على ايه استنى والنبي. ايوه يا ابوه. انا عايز اسمع الكلمه دي تاني. اديها 100 جزمه. ده فريدة هانم وانت تاخد 50 جزمه. سجل احتراف المتهم. تعالى هنا. ايه؟ قول لك خالصه. ايوه بقول لك ايه، فاهم يعني دي تخش جوه وما تتكلمش ثانيه. هي المدام خرصه. دي حصلتها حادثة. ايوه دي يعني ما بتشوفش. خلاص ما بتشوفش، زي ما انا كده اعمى وما بتكلمش. خلاص يعني ما تتكلمش، خلاص يعني غلطة يا اخي. خلاص جاتك البلد شكلك. مغاوري ايه مغاوري؟ القطط النتايات اللي في الجنينه طبطت منك. صدق يا مغاوري. لا انا نفسي هفاني عليك. لا يا سباسي مهندس. لا ومالك بتنكها كده وحياة امك. خد يا اسمك ايه؟ دعاء الكروان. خدام دعاء الكروان خدامك الشواذ. خدهم نيمهم في الاوضه اللي جنب الجنينه. نعم يا اخوي. ايه؟ انا ايامهم فين؟ زي ما سمعت جنب القطط النتايات يا روح امك. يعني هتنيمهم في الاوضه بتاعتي؟ ايوه. انت متاكد من الكلام ده؟ ايوه متاكد من الكلام ده. وانا عمال اتخبل فين؟ مدخول في 60 داهيه. لو في اي حته. انت هتشغلني بنومتك؟ يلا مش اسمع اللي بقول لك عليه. يلا. حاضر. سيبوا الاوضه اللي جنب الجنينه. ابوك ايه سيد. ماشي، يعني نيمهم في الاوضه اللي جنب الجنينه. حاضر يا سعاده البيه المهندس. اتفضل انجر قدامي. يا اخي خليك شواف شويه، ما انت شايفني ما بشوفش خالص. هتعرفنا الفيلا وبعد كده ابقى احنا نرمح فيها انت براحتنا. هتشتريها ايه اللي عرفك الفيلا؟ انت هتتخبى في الاوضه بتاعتي. خلاص يا فتنة. الله يخليك، ربنا يخليك يا رب. انت عرفت هي بتقول لك ايه؟ هي بتقول لي ربنا يخليك لامك. لا بتقول لك قدامنا يا رحمة. انا اخاف من فريده يا كلب. مين فريده دي؟ دي فريده دي عامله زي عود العجوه، شبه الكحلاوي بتاع المزيكا بالظبط. اعوذ بالله. انا كنت مش عارف، انا متجوز واحد صاحبي 25 سنه. 25 سنه متجوز شجره في البيت. لا بتحل ولا تطول. اعوذ بالله من غضب الله. خش كده تلاقي عندك كده. اول مره اشوف واحده جوزها عامل زي المزرعه. اعوذ بالله. حتى امك. تعال. اهلا يا مساء الخير. مساء النور. هو انت كنت بتبرطم هناك بتقول ايه؟ شفتيني وانا راجل؟ ده انا شفتك وسمعتك. الولد كلب الحيوان اللي اسمه المجاوري قال جايب اتنين يشغلوا. اقول له فريده هانم لازم تشوفهم الاول، يقول لي لا لازم يشتغلوا. تشتغلوا ايه؟ ده على اساس قله خدامين يعني؟ يا ستي ده واحد ما بيشوفش ومراته خرصه، يعني انت فاهمه انا بحب اعمل حسنات. يا سعاده الهانم، انا جاي اقول لحضرتك رحت فين يا راجل البيت؟ ما انت بصراحه بتقول لها يا سعاده الهانم، ما هي راجل برضه. ايه اتسحبت اترفدت. احسن. هو مين الراجل البيت؟ هو اللي قال والله يا سعاده الهانم والله. مش انا، علي هيبه هو اللي راجل بيت، انا مالي. هو قاعد اهو. وقلت له تقول لي تاني قلت يمكن يرجع، يمكن يحس على دم. مغاوري اطلع بره يا مغاوري. اطلع بره؟ اطلع بره. مش راجع لك عشان اقول لك اطلع بره. خليك يا مغاوي. كمل كلامك. قول حاجه بقى. صحش ما يصحش. عثمان كمل يا مغاوي. تعالى بدل ما اعدلك الطراف. لا عطي شكله وهو خايف منك بيحدى. اطلع بره يا مغاوري. الهانم قالت لي استنى. هي امك؟ طيب ماشي. كمل يا مغاوي. وكان راجل يعني سعادتك يعني ولا مؤاخذة اعمى ضرير يعني، ومعاه بنت مغلظه وشعرها سايح ونايح، وقال هيقعدهم في الاوضه بتاعتي. ربنا يقدرنا على فعل الخير يا رب.
ايه هو اعمى وهي خارصه. ويا ترى حلوه بقى على كده عتمان؟ قمر. والله العظيم يا سعاده الهانم انت تمشي من هنا. رحت القشطه والله. يعني انا بالنسبه له مي كساب. يا كلب. ثم ايه الحلاوه والقمر ده؟ سبحان الله، حاسس ان ورده داخله عليا مش شجره، ورده. ايه الجمال ده؟ الا بالله. شفتني انا بذمتك يعني بذمتك في راجل محترم في سنك يعمل مش هسيبك. ايه ده؟ ما هي دي هي دي. اهلا امك جدع. يا عمك بتقول لك مين دي عثمان؟ دي اللي انا قلت لك عليها هتشتغل. ايوه عايزه ايه؟ قولي لي. ايوه يا سلام، كل ده حصل؟ كنت فين انا؟ او بعدين ايوه انت فاهم ايه؟ ولا حاجه. انت مش شايفاها بتقول لك عايزاها تقول لك هات امك. عايزاها تقول لك حق عليه مش عارف. تقول لك امك. عايزاها تقول لي كده انا عثمان بيه. ايوه ايوه انت يا فضل، انت يا بنت يا مضروب، انت بنت مين؟ انت يا بنت بتسيبيني ليه يا بنت؟ انت مش قلت لك انا ما بشوفش بيك عشان اشوف من غيرك اصلا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ساتر يا رب، طول عمرك همك على بطنك، نفسي مره يبقى همك على بطني انا. خلاص انا لما اشوف عثمان بيه الراجل المعفن صاحب الفيلا ده هبقى اتكلم معاه، مع اني مش مستريح له. شفتي كان بيبص لك ازاي؟ كان نفسي الزقه على قفاه وهو معايا بس ما رضيتش. ليه؟ لان احنا عايزين نشتغل عنده، وان كان ليك عند الكلب حاجه اقول له ايه؟ شواف. ايوه يا سيدي. ايوه عثمان بيه. ايه اللي انت بتقوله ده يا شواف؟ ده انا بتكلم على مجاوري. تخيل بقول له ان احنا جعانين بقالنا يومين وعايزين ناكل لقمه، يقول لي مفيش اكل. هو قال لك كده؟ ايوه بيقول لي احنا شغالين عند راجل رمه. شواف ايوه احفظ لسانك يا شواف. طب اكلنا عشان نعرف نحفظ لساننا. طيب روح كل في المطبخ. يا سلام فقيق قوي. هو انا عارف الفيلا لما اعرف المطبخ شاور لنا عليها واحنا بعد كده هنتعامل. يعني انا لو شاورت لك هتعرف؟ طبعا. طب المطبخ من هنا. يلا بينا يا فتنا. هي دي اللي انت حافظاها؟ تصدق وتامن بالله. نعم. انا لو رضيت اشغلها عشان بس الشتيمه دي. ده انت راجل متكم صحيح. بذمتك مش مكسوف على نفسك وانت جد كده وراجل طول بعرض ومحترم، جايب لنفسك الكلام وعينك الزايغه اللي انت مش عايز تبطل ابدا تاني من يومك حتى من قبل الجواز. انا عايز اعرف انت مكبره الموضوع ليه كده؟ مكبره؟ ده انا لسه هكبر وهكبر ولساني حياته ولا عتمان لو ما اتلمتش. فريده خلي بالك، انا ما اسمحلكيش تكلميني بالاسلوب ده. لا يا حبيبي وانا اقدر؟ ده لسه في اسلوب اوسخ واسبل من كده كمان لو ما تعتلتش يا عتمان. خلاص خليكي في حقيبه الذكريات بتاعتك. عتمان المفروض اكلمك تقعد تكلمني. يا بابا يا بابا. يوه تاني يا ماما. وبعدين بقى يا ست الكل ايه اللي حصل تاني؟ ولا حاجه يا ساره، العادي يعني يا حبيبتي، تعبوكي معايا يعني. مش عارفه بابا يا ماما، كبري دماغك. مكبراها وهكبرها اكتر. على فين يا قلب امك؟ خارجه انا واحمد. خارجه انا واحمد؟ على فين؟ عزمني على العشاء. طب هو مش المفروض ان احنا نعرف برضو ماما ولا بعد ما نلبس؟ خلاص بقى دي مره كده. ماشي يا ساره، يلا اتكلي على الله ما تتاخريش. حاضر يا ماما. عايزه حاجه؟ لا يا حبيبتي خليكي على طيب نفسك. سلام بقى، باي. موريتك يا عثمان. انت يا بنت يا سمسم، انت يا بنت مع صوت الرابع. لا هو كده، هو انا اللي هانم؟ ده انت اللي هانم. عيد يا بنت مع صوت الرابع.
تنيلي بتعملي ايه جوه؟ بغسل المواعين يا ست هانم. ساعتي بدل ما ادقك على مفهومك اتفضلي روقي الريسبشن بقى وشوفي اللي وراكي، خدكم القرف والهم. ايه كده القرف ده؟ مش واخد حاجه سوا. دلعني حبك دلعني ده انا قبلك يا قلبي وجعني دلعني حبك دلعني ده انا قبلك يا الله وانت يا بنت تشتغل بس يا بنت لم نفسك بدل ما لم. طب ما تنين انت يا سيد شاف. استغفر الله العظيم يا رب ادمر فيك يا شطار. يا بنت ما تبطلي مرقعه، ده انت ما فيش حد ما تمرقعتيش عليه، ايش الطباخ وايش السواق وايش السفراجي، ده حتى ابويا ما سلمش منك. لا يا سيدي ما تقرأش على ابوك. لا يا شيخه. وحيد الشيخ. يا بنت هاكلك يا بنت كل تجري الله يرحم ابوك، اول ما جانا يوم فرحه. والله العظيم ده انا كان زمان دلوقتي مش انا قلت لك لما يبقى معاك موزه قول لي طب بابا فين؟ بابا هنا اهو. قول له مين؟ قول له عم شام. ايوه يا بيه خير. نعم مالك يا بابا؟ ما تقطعش عليا، ما تبقاش كده خلقك في مناخيري. زعلان منك يا شام. زعلان مني؟ أيوة. ما انت ليك حق، ما انت كل ما تشوف كليتي كشمني وشك عامل شبه الكلب بيطلع على الطب. بقى تمام. ابسطك؟ ابسطني. طب ابسطه ازاي يا رب؟ خلاص قول لي نكته اي حاجه بسرعه. هقول لك. طب هلعبك لعبه حلوه بس ما تقولش له. بجد؟ والله. انت جات 5 سنين هلعبك لعبه حلوه. لعبه افلام. انت بتاعت زمان. ايوه عارفها. بتاعت زمان. ايوه بتاعت انت ما نمسي لك جيبسون. خلاص انا هحسب. انا ابن كلب اللي بهزر معاك اساسا. انا فاهم. بكلب؟ يا عم مش انت. هلعبك لعبه حلوه بس ما تقولش له. ماشي. لعبه افلام. جاهز؟ جاهز. مسرحيه. اغنيه. فيلم. ايوه فيلم. بكلمه واحده. المصلحه. يا بابا عيب عليك اللي انت بتعمله. عيب انت راجل كبير مش صغير. عيب على الشعر اللي في وشك. سيبك بقى ما تاخدنيش يا اتش في دوكه. ايوه كده. قول لي ايه اخبار الشغل؟ الشغل يا بوب عالي العال، وما تقلقش من اي حاجه. الميعاد اللي هنسلم فيه هنستلم فيه. اتفقنا؟ وحط في بطنك بطيخه صيفي. السؤال اللي بيدور في دماغك: مش هسيب للتاجر جنيه، مش هبقي له جنيه، يعني فلوسي تقع على كبوته. مش عايز اي غلطه. عيب يا بوب، ده انا لقيتش. استاذنك انا بقى عشان عندي مشوار. ده هو كان مشكلة مش هو بس. طالما جريت كده بسرعه يبقى في حاجه. الله طبعا في حاجه. مفيش اي مصلحه تانية مع بابا. هم حتتين اصال. اصل بيتك خلاص هتفضحنا. جبتهم منين؟ لا حتتين اصال لقيتهم كده قلت اشوف لهم بيعه. ايوه. يسندوا عليها جنب الفوق. انت مالك قلبت على فين؟ بابا معاك طبعا. لا خالتي وخالتك عليهم القرار والكلام. انا هنا بقى المصلحه دي بتاعتي ولوحدي، ولا بلا بابا بلا ماما. استاذنك انا بقى يا بابا عشان قول في داهيه. طب انت قلت كده كده بشكلك. اصال جابهم منين الولد ده؟ يا ترى جاب توت عنك يا ابوه؟ طب خوفه وعرفهم منين؟ ازيك يا عثمان يا اخويا؟ حد السقف لك ولا ايه؟ حد السقف. ايه اللي ما انا عارف ايه. نعم اهلا وسهلا. ازاي صحتك؟ الحمد لله. اخلي سمسمه تعمل لك شاي. جرى ايه يا ولد؟ انت جاي تتعرف عليا هنا ولا ايه؟ ما هو كنت جاي لك في الموضوع. في الموضوع؟ ارغي قول لي ايه هو الموضوع عشان انا مش فاضي. يعني كنت قررت اخد منال مراتي واسكن مع نفسي. برافو عليك. وخد شنطتين بتوعي بالمره حط فيهم هدومك وما تجيش هنا تاني. احسن قرار خدته. ايوه بس كنت بقول يعني. خلص يا ولد بقولك بفكر. كنت عايز حقي في الورث. عايز حقك فين؟ حقي في الورث.
برافو، عايز حقك في الورث. ما شاء الله، والله كبرت يا سالم، وقفت قدامي تقول لي عايز حقك في الورث. سالم، انت عارف ان ابوك خد منك كل حاجه واداني انا كل حاجه وبعقود رسميه. وانا قلت لك وريني العقود دي. وانا قلت العقود دي هتفضل معايا ومحدش هيشوفها. ثم انا يا سالم شامم ريحه منال مراتك في الموضوع. منال ملهاش دعوه بالموضوع. ده انت شورتها. يعني ايه ملهاش دعوه بالموضوع؟ ده هي الموضوع. كل عيش، ومش عايزك تفتح بقك في الموضوع ده تاني. غني يا حبيبي. اعوذ بالله. وانت السبب يابا يلي خليت بي، لا فرشت لي بستان ولا حتى بر امان، اعيش على انسان والدنيا بايديا. وانا لما جيت من الغيب العدل كان فيه، والحق كان مطمعي والحب كان سيفي. وانا لما جيت من الغيب العدل كان فيه، والحق كان مطمعي والحب كان سيفي. دقيت على الابواب ولقيتني في السرداب، غابة من الانياب مسنونة حواليا. دقيت على الابواب ولقيتني في السرداب، غابة من الانياب مسنونة حواليا. مع الأسف يابا الدنيا دي غابة ملناش مكان فيها. مع الأسف يابا الدنيا دي غابة ملناش مكان فيها. يا عيني يا وعدي على المغرمين بعدي والطيبين فيها. يا عيني يا وعدي على المغرمين بعدي والطيبين فيها. لسه. يعني ايه لسه؟ هتفضل لحد امتى سلبي يا سالم؟ سلبي؟ ايوه طبعا سلبي. تقدر تقولي ما كلمتوش ليه لحد دلوقتي؟ ومين قال لك اني ما كلمتوش؟ طيب كويس، طمني قال لك ايه؟ عايزه تعرفي قال لي ايه؟ ايوه يا سالم ما تقلقنيش بقى، قول. قال لي لو اتكلمت في الموضوع ده تاني هرمينا انا وانت بره الفيلم. يعني ايه؟ وحقك ورث ابوك. قال لي ان ابويا باع له كل حاجه. ده كذاب يا سالم. وحقك منين بقى ان هو كذاب؟ انا عندي فكره. هتعملي ايه يعني؟ هتعرف. تعالى معايا وانا هقول لك هنعمل ايه. يلا. لا يا لعبان. Good morning. اسمك ايه؟ سلسال. الله الله على الاسم. سمسم واحدة ولا مليون؟ قولي لي يا جميل، مدام رشا فين؟ مدام رشا موجودة. طب هي فين؟ اقول لها مين؟ مدرب المساج. مساج؟ مساج تحب عليك تجربيه؟ لا شكرا متشكرة. طب هي فين بقى مدام رشا؟ محمودة. حلوة قوي، خليها ناخدها زي ما هي، انا هطلع صحية. تعالى يا انت رايح فين؟ صحية؟ رايح فين؟ انت مين يالا؟ انت نصاب؟ بس هبليك فن نصابة يا بنت. ارجع هنا مكانك واقول لك انا بعرف اتعامل. اوه ماي جاد، رهيب رهيب. اسمي ممكن حضرتك تحضري لنا كروانه بلاستيك وفيها لوح تلج وتشوفي لي مشروب الباور بتاعي؟ انت رايح فين يعني؟ انت مين؟ انا بتاع المساج يا فندم. مساج؟ بنت ايه اللي موقفك كده يا بنت؟ يلا انت لسه هتمرقيني بقولي الدنيا. سمسمه؟ ايه اللي وقرك كده يا كابتن؟ خلي ايه بس يا فندم، انا ما كنتش جايه اساسا. ليه كده؟ بصراحه اول مره اعمل جلسه مساج لوحدي. وايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ازاي؟ انا ما اعرفش ظروفك ايه ولا ظروف جوزك ايه. مفيش اي مشكله، انا جوزي فيه قوي خالص 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 خالص. ويلا بقى. اوكي.
جاي لسه ومش عايزك تتكلم معاه ماشي؟ بس يا معلم الموضوع على دماغ السم. ايه ده؟ انت جامد قوي. الناس اللي ما عصبنيش. يا معلم ايه دماغ السم ده انت موسوعه. جبنا لسه كده عينك في عز النهار. يا غبي ما الناس واخده فرقه الحمام بيسرق بالليل فانا غيرت النشاط وسرقنا الصبح. طب ما كنت هنا شفت بالليل كده يا معلم عشان ما الحقش انام. عينيا لما اشتغل في الفرقه ما تنساش شفت بالليل. المهم في شنطه العد. شنطه العد جاي لك في الكلام ده. احنا لقيت نفسنا انا وانت طالعين بنجري على السلم فقابلت مين؟ بواب مخوف. خدني في حوار كده سجاره كوبايتين شاي مش عارف ايه اديته الشنطه وقلت له اول ما اروح افتح الخزنه هديك صفاره تديني الشنطه. وتجيب الفلوس وتيجي تسرق معانا صح؟ لا يا معلم ليه؟ هو انت غبي يا ابني؟ لا والله هينام مداري عليا يا ابني قبل ما اجي. لا ما انت الجميله والله انا بحبها. طب اجي انا عشان انت عيال يا ابني. ثانيه يا معلم مغاوي شنطه. فين شنطه؟ فين يا معلم؟ وحتى بقى عشان اودي عليك كده. انت عايز ايه عشان تسرق؟ احنا بنسرق بايه؟ بعد. طب هات بقى العد. خد خد. جبت لك بقى ماسك يا معلم. يا ابني ما انت جاي تصيد جاي تسرق في وشين. كانت قله ادب. ما جبتش ما لبس لك الداخليه. طب ماشي انا جبت لك 3 ماسكات هات لي اخش على بالماسك. اول ماسك بالجنزبيل. تاني ماسك بالياسمين. ده عشان خفاجه. ده عشان الشمس. التالت بجوز الهند. ده بجوز امك. جوز ام مين يا معلم؟ جوز ام مين؟ طب انت عايز المستشفى ان احنا نسرق بيها نضرب بيها وشنا. ده وشنا ليه يا معلم؟ واحنا بنعمل حاجه غلط لا سمح الله. يا ابني احنا حراميه. حبيبي ازاي تجيبك هنا؟ ومين الطريق اللي معاك؟ يا ابني ثبت وشك. سمسمة حبيبتي ده انا جيت بس عشان اشوفك بس وحشتيني والله. وحشتاه؟ ليه كده يا بابا؟ ليه كده يا بابا؟ انت مش قلت لي هتعلمني السرقه؟ ليه يا عم عبده؟ والله انا هتعلمني السرقه. انت ليه حرامي؟ انت حرامي انت اقسم بالله. اسكت. انت جاي تسرق الفيلا يا عبد؟ لا مش جاي اسرق انا والله مش جاي. امال ايه جايين نخسروا السجاده؟ انت بتفتح لها قدامي. بتفتح لها قدامي. انت ليه عصبيه؟ جايين نخسروا من السجاده. هاتي التيشيرت. ما تحترم الجد اللي واقف يا جدع. اتفضل يا جدع. لا يا سمسمة. كلمني انا هنا يالا. جاي تسرق الفيلا شغاله فيها يا عبد؟ ما انت غبيه انا عايز اتجوزك وعايزين نلم قرشين كده عشان نقدر ناخد مش راح نلبس حرام صح؟ انا اللي بقول لك اهو. انت فتحتني خلاص؟ لا كمل تعمل لها مشروع فلوس حلال. لا تصدق انت لا او حرام. انت لا بتفضل. لا بقول لك ايه ما يلزمنيش الكلام ده. اعمل لك ايه بقى يعني؟ اعمل لك ايه؟ وانت قدامي هناك كده. فتحتني صح؟ فتحتني اقول لك على حاجه؟ رايح على شمسين قول لي هتنام بيت انا حرامي. قول لي كل الدنيا انا حرامي. انت مش هتدخل فين؟ انت حرامي؟ اقول لك على حاجه ومعفن. انت ليه بتفضحني؟ معفن ليه قلت لها؟ ما انت فضحتني. انت مش ماشي ريحه الشراب. لا اله الا الله. ده اوسخ من عذاب القبر. انت جربت قبل كده ولا ايه عذاب القبر؟ استنى ايه ده؟ اوعى بقى ده انت خلقتني. اقول لك على حاجه؟ يلا يلا اضحك على ايدي يلا بسرعه. والله ما ده غير التيشيرت بتاعي. والشنطه عشان السفر وكام هديه معاك. والشنطه والله ما ده غير الشنطه. يا عم انت يا عم انا جاي. بقول لك ايه بقى؟ ما تديش الكلام اعمل لك ايه والنبي. بقى؟ اه معلش يا باشا تيجي وانا معاك. بقول لك ايه؟ اطلع اطلع بره ما يلزمنيش الكلام ده. انا معفن مش هتلاقي فين. هو جاب منين الزبادي؟ قرار يا بنت. قرار بنت ساعة ولا ايه؟ هتفتح الباب. نايمة على ودانك ولا ايه؟ عامل ايه يا سيدي؟ وحشني يا سيدي. ايه اللي جابك دلوقتي يا سيدي؟ اللي جنبي. انت مالك انت يا بنت؟
سمسمه بعد ما فكرت كده. بعدين انت مالك؟ انت بتحاسبيني ولا ايه؟ ما انا ادخل واطلع وقت ما انا عايز، مالكيش دعوه. اصل ايه؟ اصل ايه يا بنت ما تنطق؟ اصل ست شهور من فوق. الله راجل بس. اصل ايه راجل كده بنت؟ مدرب المساج، انا قلت لها 100 مره مدرب المساج ده ما يجيش هنا، بس هي تروح له عادي يعني. نعم يا اخويا. ايه في ايه يا ستي؟ تعالى بص كده. قول لك مراتك رشا. طب وانا اعمل ايه دلوقتي يا سمسم؟ انا قلت لك ايه؟ استني كده. والله اديني بحاول يا سمسم اهو على الله. هنعمل ايه بس؟ يا نهار اسود يا نهار اسود الواد اللي هيروح مننا اوعى كده الواد اللي هيروح مننا يا بنت اطلع يا بنت انت ما تشبزن بالك ربنا انت ابوك بيتك روشتني مين؟ يا عم انت اللي تحت تسالني اوعى يا سمسم انا ما بعملش حاجه. هو انت عارف كده سالت انت بنت ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ هعمل لك موضوع. انت هتطلع تجيبها من شعرك. لا يا سمسم ما اقدرش ده ان شاء الله. اصل هتنبهها عليا. يا بنت ايه مات يا بنت الكلب موتوه يا بنت يا نهار اسود يا نهار اسود يا خساره انا الميه بسكر لا حول الله يا رب لا حول الله يا رب مين يا مغاوي؟ يا ريت يقول بست يا ريت حضر يفرم اللي جايبينه سعيد بيه يا عم انا سعيد الله يخرب بيتك للست. انت مش عارف اسمك ايه انا نسيت مغاوي انت مين؟ الله يخرب بيتكم وسط النص يا عم مين الله يخرب بيتك؟ الله يخرب بيتكم مين الله يهدك؟ الراجل ايوه ايه ده تلو؟ امسك ايه بالله هي مش تقيله بس تعبانه امسك لا ما ضحش بس انا هقول مين لا مش هقع انا هقول لك بص اوعى يا بنت كده يا بنت انت عامله زي بتاع الراجل كان داخل فرس راكب حصان؟ فرس بيجري فرس قال ايه؟ ايوه الحاج يا عم مغاوري هتبقى يخرب بيتك دي بتاعت الراجل عيان مين يا مغاوري؟ بتاع المساج مهبط شويه وتفتكري ده ايه يا سمسم؟ انا زهقت من عصبيتك ومرتك المجنونه دي. انت انا ولا بتهترك بمشاعري يا هاني؟ استهتار ايه وبتاع ايه؟ انا عملت ايه كل ده؟ عملت ايه؟ واقفه تهزري مع ده ومع ده ولا كاني موجود. اولا ده صاحبي، انا هزرت معاه قدامك واظن ان انا ما تعديش حدودي. مجرد هزارك معاه قدامي دي اكبر اهانه ليا ولمشاعري. مشاعرك ده الموضوع مش موضوع غيره بقى. الاتنين واحد وانت اصلا اللي عملت حساب لا لغيرتي ولا المشاعر. ايه يا عم ايه يابا ايه يابا عارفك يعني اللي بيعمله ده؟ البنت اللي يا عم اتكلم كنت بنت تطوع الراجل فوق انت معايا في البيت وهنا؟ ايه البنت اللي حطيتي دي خلاص تخرب بيتك انت ممكن ايه يا بنت اللي محرمك ايه مش عارف عصبيتك. انت على فكره مستهتره والله مستهتره. يا عم بنقول لك اسكت يخرب بيت اللي جابك ايه ده بنصلح بناتكم هو انا شغال اسعاف في ام الفيلا السوداء دي انت مش شايفه بتعمل ايه؟ يا عم قلت لك يا بنت استني يخرب بيت يا بنت انت هتضربيني ولا ايه؟ يا عم ما تخرب بيت ابوك استنى ايه ده ايه استنى يا بنت الناس استنى يا بنت فرحتوني يخرب بيت ابوك لسه مصحيه بحالها بقول ايه ده انا هحكي عليك خلصت الموضوع يا عم انت فضلت سر ما هتمشي من غير هدوم انت مش شايف؟ اهو هو اللي عايز يتضرب اخلص انا عم احسن. يا ستي هتضربك والله لا هتضربك. استنى بقى بص تعالي هنا دي ده ليه ادب؟ يا مستهتره. انا مستهترة ولا كمان لا هتخرجي ولا لا؟ دي متزمت وجفل وحمار وما بيفهمش عندك حق. قلت لك ارمي دبلته وطعم الكوبايات اللي انا جايه بروح المسجد. بس والدبدوبه بالكلب اللي جاله جرب بيته ده انت شفت الربع جنيه عيطت ده كواكسه. بس يا بنت استني مكانك يا بنت يخرب بيت ابوك بتقولي ده ابو كوبايات. اشتك يا حبيبتي انت هتفضحنا قدام الناس دي ما تنفعكش بجد؟ عم استني انت دمك حر دي
امها رجاله. بجد؟ لا ده هو اللي ايه ده؟ بقول والله العظيم ده يوم ازاي ابن الكلب تقول على الست على البنت بنت الناس دي امها رقاصه؟ يعني الادب ايه يعني؟ ده عيب. يا جماعه ربنا يقدرني واصلح بناتكم وراح اطلع بره يا عم. انا بقول لك اهو، انت عارف انا بتعامل مع الناس ازاي؟ بمنتهى الاستهتار واقفه تهزري مع دوت وتغني مع ده ولا كاني موجود. اولا انا ما اتعاملتش مع حد من وراك. ثانيا انت عارف ده كويس ان انا بحب اكون صريحه. ومين قال لك ان انا مش عايزك تبقى صريحه؟ انت قصدك ايه يعني؟ قصدك انك عايزني اهزر مع ده واهزر مع ده عادي؟ مش كده بس. انا قلت للي جابك دي بنت رقاصه، بتعاتب في مين دي؟ بنت رقاصه امها رقاصه. وحياة العصبة اللي انت رميتها ديت انا غلط اللي هصح وهي غلط. وحياة امك في البيت مع سيدك. وانت بقول لك ايه يا عم؟ قول له مش عاجبه ما يجيش. مع السلامه. شطبني. وانا بشتري منك تربس. صدق والله العظيم ثلاثه تقف علينا بخساره دي ما تكملش. ما تكملش عروسه والله. انا قلت كده والله انا سعاد صاحبي اللي والله غصبني. العظيم لو منك يا ابن الناس اخد عليها اقساط. والله ممضيها لك كمبيات لو رفعتها يتحبس. وعلى بياض بقول لك بقول ايه؟ لك ايه يا عم؟ الراجل اللي جايبين اهله بالشبشب ده صنف واطي ما بينفعش. اضربك على ايه؟ بقول لك ايه يا احمد؟ ركز معايا. ركز معايا يا بابا. نعم. لو مش عاجبك طريقتي واسلوبي ده فكل واحد فينا من طريقه. كل واحد فينا من طريق. عمري ما توقعت منك انك تطلع منك حاجه زي كده. كنت بفكرك اغلى من كده. بس انا عمري ما هضيع احساسي ولا مجهودي مع واحده ما تقدرش غيرتي عليها ولا حبي. ولو كل واحد فينا قدر غيرته واللي معاه قدرت حبه ليه عمري ما كانت دي هتبقى النهايه. وانا لو غيرتي مضايقاكي قوي كده عمري ما هضايقك تاني بغيرتي ولا اصلا هتشوفي وشي. سلام يا هانم. انت في ايه مالك؟ ايه صرت يا ماما؟ احمد سابك؟ ليه اللي حصل؟ علشان بقول له تصرفاتك وغيرتك المجنونه دي بقيت اتخانق منها. كدابه باصل وشك ده عشان عارف ان امك رقاصه. يخرب بيتك. عاجبك كده؟ ايه اللي حصل؟ بتعيطي ليه؟ طب فهميني ايه اللي دار؟ انا رميت له دبلته. رميتي له دبلته؟ ليه؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ بقول له غيرتك وعصبيتك دي خلاص ما بقتش نافعه معايا. قام ايه؟ اتعصب. رد انا اديته دبلته وخلاص. والنبي غلطان. يو طب ما انت عندك حق. ليه يعني تكملي مع واحد بيحبك ويخاف عليكي ويغير عليكي ويقول لك ده صح وده غلط؟ لا اولا اديله الدبله ليه ما اديتهوش بالقلم على وشك؟ انت بتتريقي عليا يا ماما؟ اه طبعا بتريق روح امك. في ايه يا ساره؟ في ايه يا بنتي؟ ده احنا في زمن بندور على الرجاله بملقاط. في ايه؟ يعني الواحده لما يبقى معاها راجل يصونها ويحفظها ويغير عليها تمسك فيه بايديها واسنانها مش تقول خد دبلتك؟ انت بتعكسيه بقى يا ماما ولا ايه؟ يمنا بتتوكسي. اعكس ايه؟ هو انا لاحقه؟ ده ابوكي كرهني في الجنس كله. تعالي بقى يا ست هانم عشان اقول لك تعملي ايه عشان تصالحي خطيبك. يلا بينا. استنى يا شركة الجبل. لا انت عايز ايه يخرب بيت الباب؟ غلط عليا. ايه ده؟ يا غالي هنا بقى. تعالى لي. ايوه استنى بس انا هو طاري ليه كده؟ مش عارف والله انا ما ايه يا ابني استنى انت يا عم ما بحبش المساجد بالبتاع ده وهتقولوا بتاعي. يا عم ما بتكلمش بقى ليه؟ هو بيبص لك كده هو كده تجرب تاني. هو استنى انت اللي جايب لنا الكابل. استنى يا حمار انت جايب لنا الكابل. والله يا مغاور انا عارف اعمل ايه. طلع منها مساج طلع تحتض لها ضهرها. انت ما عندكش دم. ايه مش حلو المساج ده. مساج ايه اللي حلو؟ الدم هو اللي حلو. انت ترمبة الدم بايظه عندك. والله يا مغاور يعني ادينا كده يعني. بنروح هنروح. اخلص بقى كتبتك كده لما تشوف النصيبه دي. ده مساكني من يا عم اسكت. مساج ايه يا مغاور؟ اوعى بقول لك ايه؟ طب تجرب الفوطه الناريه هتعجبك قوي على فكره. ولا فوطه ولا ملايه. هتطب ساكت. يبقى تجرب المخده الناريه هتعجبك قوي. يا اخويا المخده الناريه. ناريت ايه يا ابني؟ ولا
والمصحف حموده. انت فاهم مني غلط يا جهله، مش عارفين المثال. اساله سؤال واحد ايوه هيحدد مصيره. بقول لك ايه؟ قول لي. روح هنا انت ابقى رامي ودانك على طول. بس هو ترمي ودانك على الباب وهو بيطقطق واحد على الراس. ماشي يا بابا. فكر جرب انتم مليتوا البلد ولا احرق. بقول لك ايه؟ قول لي. انت عملت ايه؟ اوه مش هقول لك حاجات كتيره خالص لحد ما جه الراجل الفقري ده خبط علينا. ربنا يقدرنا على فعل الخير. انا شايفه بيجيب سيرتي يا غاوي صح؟ انا بقى مش هسيبك، ولو شفت وشك في البيت ده هنا تاني هشرب من دمك. انت فاهم ولا مش فاهم؟ انا ايه اللي حصل بس مني يا فندم؟ والله اوعى بس كده. مالك عشان زعلان كده ليه؟ زعلان كده ليه؟ انت مجنون، دي مراتي يا بني ادم، انت فاهم يعني ايه مراتي؟ مراتك؟ لا بجد برافو برافو، دمك شربات. لا بجد عجبتني خالص. انا بحييك يا مدام فعلا، موسك تحفه تحفه تحفه. بيقول دلوقتي مراتك دلوقتي بس تخاف ان هي مراتك. طب ما عمل كل حاجه في نفسها عشان ترضيك، وانت فين؟ الدوله انت هنا. احنا ليه كده؟ دي لازم الحاجه تضيع مننا عشان نحس بقيمتها، ولما تضيع نرجع نعيط ونصوت ونقع عايزينها تاني. تمتك معاك عملت ايه عشان اهتميت بيها؟ قلت لها الظهر والسند ولا العصايه المكسوره اللي اتسند عليها وقعت؟ انت ليه مصمم تلعب دور الضحيه وانت في الاساس الجاني؟ انت اللي سبت باب حياتك مفتوح ليا ولغيري انه يدخلوه. انا مش بدي نفسي مبرر للغلط اللي انا عملته، انا مش ملاك، بس ممكن اكون شيطان. انت اللي سمحت له ان يخش حياتك ويستغل ضعفك وضعف مراتك. انا هقول لك على نصيحه قبل ما امشي، حوط على اهل بيتك بدل ما تبيع غيرك هو اللي يحوط عليه. تكير يعني. راجل؟ انت بتسمي ده راجل؟ انا راجل يا ست هانم اللي انت خايفه على شكلك قدامي وخايفه على شكلك قوي. طب ما خفتيش على شكلي انا ليه وانت في اوضتي مع راجل غريب؟ راجل غريب؟ ده مدرب المساج بتاعي. الله، مدرب المساج. ومدرب المساج ده نقعد قدامه بالمنظر ده كده؟ مين قال لك اني ممكن اقبل على كرامتي حاجه زي كده؟ كرامتك؟ وهي فين كرامتك دي؟ انت بتقولي ايه؟ يعني فين كرامتك دي وانت قاعد تشارك في بيت اخويا؟ انت جايه تعايريني دلوقتي يا هانم؟ انت لسه ان ده كان شرطك انت قبل الجواز؟ لا مش ناسيه اللي كان شرطي، ومش ناسيه برضو ان هو كان شرط اخويا وانت وافقت عليه. وانت كمان وافقتي ولا نسيتي؟ لا ما نسيتش، وما نسيتش برضو ان انا قلت لك هات لي حقي ان اخويا ورثني وانت ما قدرتش ده ولا قدرت تعمل اي حاجه. انا كلمت في موضوع الورث ده اكتر من مره. لا والله كتر خيرك، وطبعا من اول كلمه كتم بقك وما قدرتش ترد عليه. وانت كنت عايزاني اعمل ايه يا رشا؟ عايزاني امسك فيه يعني ولا ايه؟ عايزه احس ان معايا راجل يجيب لي حقي. يعني ايه؟ يعني انا حره اعمل اللي انا عايزاه طول ما انا مش حاسه ان انا معايا راجل. انا مش راجل؟ بعد كل الحب ده هي طيبتي معاكي وحب ليكي وخوفي على زعلي وصلوني انك تشوفيني مش راجل؟ ليه كده؟ ليه يا دنيا عامله فيا كده؟ ليه وصلتيني للحل اللي بقيت فيه ده؟ ليه الانسانه الوحيده اللي حبيتها واديتها روحي وقلبي وعقلي شايفاني في نظرها مش راجل؟ انت اللي جايه دلوقتي تقولي كده يا رشا؟ طب وكرامتي اللي استغنيت عنها من ساعه ما دخلت البيت عشاني، وقلبي اللي دوست عليه بالكسمه برضه عشاني، فاكرتها تقولي لي مش راجل؟ لا ملعون الحب اللي يدفع كرامه الانسان، ملعون الحب اللي يخليني مش راجل، ملعون على الحب اللي يخليني مش راجل. نعم يا ست منال هاني، ارغي. عايزه حق سالم في ورث عمه الله يرحمه. عايزه ايه؟ حق سالم في ورث عمه الله يرحمه. غريبه الدنيا دي والله يا منال. انا طول عمري اعرف ان الراجل يجيب حق مراته، لكن الست تجيب حق جوزها ازاي؟ جديده دي. اتغيرت صح؟ الايه اتعكست. ما شفتهاش قبل كده بصراحه. ايوه بقى بس يقولوا لك. المهم حق سالم يوصل يا اما اصل انا نسيت اقول لحضرتك حاجه مهمه قوي يا عدنان بيه. انا ست مصريه، بحب الكلام، بحب الرغي، بحب الودن كده ودن اصحابي واهلي والسوشيال ميديا زي اي ست مصريه.
اكتب كده على السوشيال ميديا: رجل الاعمال عثمان بيه تاجر مخدرات، سلاح، اثار، اعضاء. انت بتهدديني يا منال؟ لا ما اقدرش ولا طول. حضرتك نسي ان انت قديم في بيتك ولا ايه؟ تسميه تهديد؟ خوف؟ براحتك. حق سالم يرجع في وسط ابوه، و5% من كل عمليه قذره هتعملها تتحول لحسابه في البنك. لا ده انت اتجنيتي. 5% مره واحده؟ صح، انا مجنونه. 10% ده تمن سكوتي ومش هتنزل عني. خد وقتك وفكر، بس ما تاخدش وقتك قوي عشان انا مش ضامنه انا هسكت ولا لا. بابا يا بابا، بابا يا بابا، بابا يا بابا. ايوه بيبو. يا عم مالك يا عم؟ كل ما تشوف اسمك كنت شفت عفيف. بقول لك ايه، ما تقعدش تعملني كده. من دلوقتي بص انا سايبها لك وماشي. سلام عليكم يا عم. هشام تعالى يا هشام. على هشام. اسمع يا اتش. طبعا قلتش ايه؟ قلت اتش في مصلحه. مرات عمك. مرات عم مين؟ منال. يا عم مالها مرات عم ده؟ يا عم دي حتى كيوت. انت بس زعلان منها عشان تخينها شويه تاكل الاكل. مرات عمك البوزه عامل زي البزراب، بقت كيوته. يا عم بقول لك انت من ساعه ما جت وانت وقفتها على الواحده شكلك عينك منها. منال يا بيه عايزه 10% من كل عمليه نعملها. نعم يكش 10 عفاريت لما يركبوها. 10% ايه؟ ومن امتى بتتشمل وتيجي تتكلم في فلوس؟ لا يا حبيبي، ما طالما هي عايزه حقها وبتطلب 10% يبقى تنزل توسخ ايديها زيها زينا. هي مش احسن مننا؟ ولا هي تاخد على الجهاز وترهقهم؟ هشام نعم. اسمع اللي هقوله لك كويس وحطه حلقه في ودنك. انا بسمع غير كلامك طول عمري. طيب بدل ما احنا خايفين قوي منها كده، طب ما احنا نقطع عرق ونسيح دم. نقطع عرق ونسيح دمه؟ قصدك ايه يا بوب؟ قصدي انك تقتل مرات عمك. على رأيك فريد على طول مكسر. مش سرقه وش عصام وش مخدرات وش سلاح. ما جاتش على القد. ما هتجيبني معاك. خد بالك، عايزك تحرص قوي. اوعى اسمي يتلط في الموضوع ده. اسمك يتلط؟ ما تخافش يا بوب، سيب الموضوع ده عليا انا. لازم اسحبها بره الفيلا عشان الموضوع ده لازم يكون بعيد عن البيت خالص. برافو عليك. اتفقنا يا بوب. اتفضل يا اتش. وريني بقى يا ست منال هتاخدي 10% ازاي؟ هات 10 عفاريت يركبوك على 10% ايه؟ ايوه كده. اوعى تقولي امك. ايه يا قمر؟ ها ايه؟ تعالى بس هقول لك على حاجه. وايه اللي لا؟ فتنة. انت يا بنت يا فتنة. انت هنا مخصوصة الرقبة؟ ها؟ انت سايباني؟ تعالي يا فتنة قاعديني عشان انا عايزك في موضوع مهم. تعالي قاعديني يا فتنة في البيت. قولي لي يا فتنة، عتبان ايه ده؟ راجل طيب نبي عاملنا ولا راجل شراني؟ هيكمان عليا نظرة ما بشوفش منها عدل. نعم، ما طول الليل ببص في ايدك. ايدي بس هينام بيدك راجل طيب. قلت لك بلاش تحكمات الراي دي يا فاطمه بالليل. هاتي يا رب هاتي. لا وحياة امك ما تحلميش باكتر من بوسه الايدين دي يا اخي وانت عارفه. عدمان بعتني معاك بوسه كده تنفع وانت عكازي. ده انا بتسند عليك، ده انا ما بشوفش الا وانت معايا كده. ولا انا عشان كده انت سعدت عليك؟ يعني سعدت عليك يا اخويا. طب لما سعدت عليك بتقلي ادبك ليه يا اخويا؟ بتقلي ادبك ليه؟ لو ليه ما نفتكريش بحاجه.
وحياة امك تتكلمي كنت نفعت انا وشفت اغنيلك. اغنيلك يا فندم. انا عارف ان انت الوحيده اللي مؤمنه بكده. اسمعي يا ستي، رمشي خطفني من اصحابي وانا واد صغير، لفيت بلاد وبلاد اتاريكي ساكنه الناحيه دي. يا سلام يا اولاد. رحت فين يا ولاد؟ تعالي يا فندم تعالي. عارفه يا بنتي نفسي اسمع لو انت صاله ديسكو كده ونرقص على الاغنيه الشهيره اللي فيها البنت بتعمل كده دي، عارفاها؟ وده ايه يا فوت مالك يا فوت؟ سكت ليه؟ انت بتعمل ايه عندك هنا يا حيوان؟ ايه ده؟ ايه ده يا راجل انت؟ لا تدخل عليا انا ومراتي واحنا جلوتك؟ ايوه. وحياة امك؟ ايه؟ انت بتعمل ايه هنا يا حيوان؟ ما قلت لك كنت برقص انا ومراتي. ما بكلمكش انت. وهي انا تقدر دماغي خالص. خلاص اطلع بره. ده انت راجل نمك. تعالي نرقص في حته ثانيه يا فوت. احسن. هي دي اللي حفظها لك امك. عليك انت واقف الصبح في يوم. قالوا لي يا بنت انت وسعد سايبه شغلك وواقفه تترجعي كده. يلا مشجعني على شغلك. ايه الجرف ده؟ مغاوري افندم مش هكررها تاني. انت هنا خدام وبس يا بغاوري، ولو عملت حركه تاني هفعصك برجلي زي الصرصار، ولا افتح الدفاتر القديمه. فاكرها؟ العصابه اللي كنت شغال معاها، احمد يونس، عمرو عبد الفتاح، كلهم حراميه. حط عقلك في راسك تعرف خلاصك. هتقف جنبي. تاريخ مش بني ادم. رحت خدت بنت الناس وانا اللي كنت بخدم في الفرح. نويرتك سنطة. انا شفتها كده. كل يوم كنت بتحسر على بختي وانا شايف بنت الناس بتتهان، مع ان انا فرحت لها. قلت انت حالك احسن من حالي هتهنيها. ايوه الراجل الزين يحب، لو حب بجد يحب حبيبته كويسه سعيده، مش شرط تكوني معاه. فريده دي لو كانت معاي كنت عملت اتاك فوق راسي. فريده
ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده انت كنت من شويه. هو ايه اللي من شويه؟ ما انا مستغطي اهو، امال ايه اللي جرى؟ فوق لنفسك يا مغاوري. انا يعني فايق اهو. اسمي فريده هانم. انت هنا مجرد خدام، ما تعديش حدودك معايا في الكلام بعد كده. انت هنا خدام، خدام وبس يا مغاوري. وجعتني دي من عتمان، وجعتني بدمعتين، لكن منك انت وجع العمر كله. ازيك يا عامل سمسمة؟ ايه يا سيدي؟ اول مره تكبر البيت. بقول لك يا سمسمة مش فايدك دلوقتي خالص. عتمان فين؟ موجود. هنزل حضرتك. قلت له طبعا بسرعه يلا. مفيش داعي. روح شوف. ازيك يا عتمان بيه؟ اهلا. يا راجل. بالمختصر المفيد كده وعشان ما اطولش عليك، انا عايز حق مراتي راسها في الميراث. تاني مشوار الميراث ده تاني وتالت ورابع ولحد ما اجيب حق مراتي. والله طلع لك صوت يا الفوت. ولو قلت لك ان مراتك ملهاش حاجه عنك. يعني ايه ملهاش حاجه عني؟ زي ما سمعت. ثم انا ما اسمحلكش تتدخل بيني وبين اخواتي. فاهم يا حلفوت؟ اخواتك اللي انت بتتكلم عليهم دولت يا عتمان بنت اكلت حقهم. ومالهم مراتي؟ رشا لما جاي النهارده بطالبك بحقها. وانا مش هسمح لك انك تاخد حقها مره تانيه. هتعمل ايه يعني؟ هعمل كل خير يا عتمان بيه. يدينا ويديك طول العمر. هتعرف. يلا يا اخويا. عتمان الحقنا يا عتمان، منال يا عتمان. مالها يا سامي؟ منال اتقتلت يا عتمان. اتقتلت؟ اه. طب ويا ترى عرفوا مين اللي قتلها؟ ما اعرفش يا عتمان، البوليس لقاها مرميه ومقتوله في حته مقطوعه خالص يا عتمان. المنظر كان فظيع يا عتمان. طيب يعني ما عرفوش مين اللي قتلها؟ ما عرفوش يا عتمان. طيب اطلع يا حبيبي ريح شويه كده عشان شكلك تعبان شويه. اطلع. انا عمري ما هشوف طعم الراحه، انا مش متخيل اعيش في البيت ده وهي مش موجوده فيه. ايه ده يا سالم؟ ايه ده يا سالم؟ اخويا ما تعملش في نفسك كده. مش قادر يا سعيد، مش قادر. انا لازم امشي من هنا، لازم امشي من هنا. ايه ده يا سالم؟ ايه ده يا سالم؟ ايه؟ لك يا روح امك. عشنا
وانسى ان اكل نفس حرام وحشاني موت محتاج لها ضرب الحياه من بعدها من كتر ما انا بحبها لو جت سيرتها في وسط كلام عليا بتدمع وجسمي بيقشعر لا انا قادر المسها ولا قادر اتحمل في بيتك كان ليا توأم حياتي وروحي دلوقتي بقى راضي وساكنة في جروحي أنا مش هعدي من قصاد البيت ده تاني البيت ده هي ذكرى بتهز في كياني على كل حتة وسننا فينا ذكرى حلوة معلمة حبيبتي عاشت هنا وأنا افتكرها سامع عامله ايه؟ ما المدام فريده فين ابتسام؟ موجودة. ازيك يا سامع عامله ايه يا حبيبتي؟ انت عامله ايه؟ ايه اللي انت بتقولي على البنات ده؟ انا مصدقه. يعني شفتي اللي حصل لها. قولي بقى الله غالب. سامع عامل ايه؟ سامع الله يكون في عونه حبيبي. والله من ساعة اللي حصل ده وهو لا حس ولا خبر عنه، تليفونه مقفول ولا عارفين يوصل له، مش عارفة والله راح فين. راح فين ده؟ الله أعلم. ربنا يكون في عونه يا رب. خليكي كده كلت البيت ما كلتش عليه. يا لولو عاملة إيه؟ هو البيت سارة. سارة؟ يا سارة يا سارة أنت عاملة إيه؟ أهلا خالتي، عاملة إيه يا سارة؟ كده يا بنت بتعيش على خالتك؟ معلش يا خالتي والله كان عندي أنت لابسة ورايحة على فين؟ بصراحة أصحاب وعندي بقى شوية. شكلك متغير كده. لا أنا كويسة يا رودي الحمد لله. انت واحمد عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. شكلك كده مخبية عليا حاجة، وانت مش اختي، انت مش اختي وبس، انت كل حاجة ليا. أنا وأحمد سيبنا بعض. ليه بس كده؟ أحمد بيغير عليا غيرة مجنونة أوي، وأنا بصراحة اتخنقت. طب ما ده الطبيعي بتاعه. الطبيعي إزاي يعني؟ اللي قولي لي يا سارة، انا كان من الشباب اللي هي الفريق اللي تسيبك تسلمي على اي حد وتهزري مع اي حد، ده كنت هتعملي ايه؟ كنت سبته طبعا. ليه بقى ان شاء الله؟ إيه اللي ليه؟ أنا لازم أكون فارقة معاه. هو انت يا بنتي ولا عاجبك كده ولا عاجبك كده؟ على فكرة احمد كلمني وحكى لي كل حاجة. هو قال لك إيه؟ قال لي ان بيحبك وعاوزك. ولما هو بيحبني سابني ليه؟ عشان كرامته. كرامته؟ تاني كرامته؟ ايوه كرامته. الحب لو مفهوش كرامة مش هيبقى اسمه حب. يعني انتوا وكريم عمركم ما اتخانقتوا خالص قبل كده؟ بنتخانق، بس قبل ما نتخانق بيبقى في حاجة حلوة بتصلح الموقف. طب اعمل ايه يعني دلوقتي؟ ما تعمليش. كريم خطيبي عازمك انت واحمد معايا. ومين قالك اصلا ان انا هروح؟ لا هتروحي يا بنت، عيني في عينك كده. اعمل ايه يعني دلوقتي؟ ما تعمليش، كل اللي عليكي انك هتيجي معايا وانا هكلم طنط. طب هقول لماما ايه؟ انا هكلمها. تعالي بس معايا. طنط ينفع اخد سارة معايا؟ على فين؟ على احنا نتغدى معاهم. احمد خطيبها؟ كنت هديك السليم على وانت ايه رايك يا ساره؟ انا يا ماما اللي انت شايفاه طبعا. انا شايفه ان هو غيور وراجل وخلقه ضيق، خلقه كيس كده خلص ده. ما تنسى عليا يا ماما، انت مش عارفه احمد يعني. خلاص ماما. ماشي يا ساره، يلا روحي معاهم وبالراحه. خلاص يعني روحي يا حبيبتي. خلي بالك من احمد وصالحين. يلا خشي البيت. وانا اقول البيت ضل منور اهلا وسهلا اهلا وسهلا سلام يا ستي حياتك الباقي. الله امال فايز بيه فين؟ مش عارفه اتاخر ليه، كان بيركن العربيه. قبوس فايز بيه ده قبوس. عامل ايه؟
ثواني يا عم، انت زعلان عشان الثقافه اكتر منك؟ اهلا فايز بيه. عامل ايه يا عثمان بيه؟ الله يخليك. ايه يا راجل فينك من زمان؟ والله الاشغال، والله يعني مشغول، انت عارف الفلوس بقت كتير كتير كتير، وعندك حته بواب غبي غباء. اعوذ بالله. انت كنت فين دلوقتي بتعمل ايه؟ كنت بركن العربيه، اديته المفاتيح عشان يركن العربيه. اديته المفاتيح عشان يركن العربيه؟ في ايه؟ يا نهار اسود. في ايه؟ الله يخرب بيتك. الحمد لله الحمد لله. تعال تعالى ايه؟ قوم لي قوم لي. عايز ايه يا فايز؟ انا خدت الفرق عبي خلاص. كمان انت بتجيب لي يوم حته ايه ده؟ تعال، انا سمعت عربيه بره بتعمل بوم. اوعى تكون دي عربيتي. ايه؟ عربيتي؟ انا مش سامع. ايه نجدتها؟ اللي بره دي عربيتي. ايوه انت اللي كنت ركنها على جنب. وانت اوعى تكون ركنتها على جنب. مش ده طلبك. انا اديت انت ساعتين المفاتيح، قلت اركن العربيه، سالتني معايا رخصه ولا لا؟ وانت معاك رخصه ولا لا؟ لا بس قلت اجرب يمكن اعرف. معكش رخصه بالتالي. يا عم ما كلها بتاخد الرخص وهي قاعده في البيوت، ده جت عليا. اروح اطمن على العربيه. اروح اطمن على العربيه. العربيه بره. انا بالعربيه على جنبها. لا انت ما تعرفش ايه اللي حصل. انا في حاجه عصايه طلعت في يدي ولقيت الجزازه دي جنبيها اديتها لك عشان ما تضحكش. طب في فرامل، ما دوستش فرامل ليه؟ قال لي واحده، ما انا دوست على الثلاثه ما سنجوش معايا. دوست على الثلاثه؟ اسكت انا دافع 20 جنيه من جابر. اطلع بره يا عم دافع 20 والله العظيم. اطلع بره. ماذا قال لك؟ عملت ايه مره؟ قال لي اطلع بره. دوست مارش بيه. ايوه هي جت على جنب. اوعى ناخد ال 20 جنيه بقى. اوعى يا عم اطلع بره. ترجع كده زي يا عم الحاج الراجل بتاع اللودر اللي على اول الشارع اتعاطف معايا. انا عايز اعرف حاجه. نعم. هي المسرحيه دي اسمها رياض التواب؟ ما تطلع بره. اطلع بره يا عم. ما هم اللي بيحبوني. انا هخلص المسرحيه. والله انا هخلص المسرحيه. انزل البطل مات. البطل مات. اطلع. ايه ده؟ اول واحد بره يقول حقيقتك. 20 سنه عايز اقول اللي قاله ده دلوقتي، اول واحد يقولها. خير يا اخويا، هوا قاعده داخل وطالع وعمال تضرب في الحيله اللي عندنا اللي مستحملينه، وما سلمتش ولا اتكلمت. خير النظر بقى بعافيه. منوره عشان مش عارف اسمك في المسرحيه. قبل ما تركن العربيه كنت بتعمل ايه يا فايز بيه؟ كان معايا مشاغل والله، وعندي ليك خبر حلو، بس مشيهم عشان الموضوع بجد؟ يا عدل مش عارف اسمي. اربط الرباط. مش عارف اسمي، ده انا هعرفهولك قولا وفعلا. اسمي فريد يا حبيبي. بيخلص اسمك فريد. انت النفس بعدين بقى يا حبيبي. انت كنت المغاور العربيه ليه؟ عشان كنت ماسك التليفون وعمال تحب. خش البس. كنت فين يا فين؟ كنت في العربيه اللي اتقلبت على جنبها. العربيه؟ هو قال لك العربيه. هي بسرعه يا فريد. سامية انت هاني، افتكرت اسمي؟ معلش اتفضلي مع فريده اشربي نسكافيه قبل ما اتكلم مع فايز بيه. واحنا جايين نقعد ولا جايين نتكلم؟ لا احنا جايين نقعد، جايين نتكلم. اتفضلي. ليه عندكم شغل؟ واضح ان شغل مهم قوي يا عدنان. معلش يا فريده، خدي صاحبتك وطلعي فوق. صاحبتي كمان جالك حول دختي. خدي اختك وطلعي فوق. مشهد تلاقي الجنين. اللي جاب الشخص اتقابلوا في البيت يا فين. جابوا بس الشغل يا عدنان. رايه وسكين.
ايه يا فايز؟ مش عارف وائل جايب ممثلين من بنجلاديش مش عارفين يقروا النص. ايه يا حبيبي؟ كنت بتقولي في مصلحة كبيرة. مصلحة كبيرة قوي قوي يا عثمان. المصلحة اللي جاية دي ب40 مليون. كم؟ ب40 مليون يا عثمان. منين يا فايز؟ ده انا صلتي كله في السوق 20 مليون، اجيب لك 40 مليون منين؟ طب انا عندي ليك حل حلو. عندي بنك بيدي قروض بفوائد قليلة. ايه رأيك اجيب لك ال20 مليون التانية تحطهم على 20 مليون بتوعك ونقفل الصفقة؟ انت بتتكلم جد؟ اه والله انا موافق. موافق؟ اه. يبقى على الله يا عثمان. بس خد بالك، قول انا ما بستلمش اي حاجه، ببعت ابني هو اللي بيستلم كل حاجه. وماله ونجيب وائل معانا عشان نتابع. قول ايه حاجه؟ ايه؟ هشام اتمسك؟ البوليس كبس عليكم؟ ازاي؟ طب وهشام؟ ايه يا هشام؟ الحقني يا بابا. ايه؟ البوليس هجم علينا واحنا بنسلم الشغل، وانا الوحيد اللي قدرت اهرب يا بابا. ازاي؟ طب وانت عامل ايه يا ابني دلوقتي؟ يا ابني اول ما افتكرت ان ليك ابني بعدين جاي تقول لي 25 سنه بسمع كلامك وكل حاجه غلط. 25 سنه وانت ضليل واوامر لك وكل حاجه بعملها وبقول لك حاضر. مفيش مره علمتني حاجه صح. مفيش مره قلت لي تعالى نصلي. مفيش مره قلت لي تعالى نطلع نزور خالاتك. ليه؟ انا كان حلم اطلع زي اي شاب. حلم اطلع دكتور، اطلع مهندس، مش اطلع تاجر مخدرات. وانت اللي عملت فيا كده، وكل ده بسبب سمعان كلامك ليا. كل حاجه بقول لك حاضر، ماشي ورا منك زي ما اموت بساقيه، ولا عارف افك نفسي، ولا عارف اقول ان انا تعبت. بس اقول لك ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. مش وقت يا هشام اللي انت بتقوله ده. امال فايز بيه فين؟ فايز مسك ايد مسك ايه يا راجل؟ تف من بقك. ايه يا فايز؟ انت فعلا اتمسكت؟ لا ما اتمسكتش، دول رجالتي يا عثمان. يعني ايه؟ يعني نقدر نقول دلوقتي ان الحق رجع لاصحابه. حق؟ اي حق اللي بتتكلم عليها فايز؟ الحق اللي انتوا سرقتوه ونهبتوا الناس الغلابه واخدتوا حقهم. فاكرهم ولا لا يا عثمان؟ هو ايه الموضوع يا فايز؟ انا ما حدش له حق عندي. طب تعالى نشوف. وريني. ما حدش له حق عندي. احنا يا عثمان بيه. نسيت ولا ايه يا عثمان بيه؟ اخواتك سالم ورشا اللي انت اكلت حقهم من زمان قوي، ولا نسيت؟ شفت الايام بتجري بسرعه ازاي؟ فاكر لما قلت لي ربنا يدينا ويديك طولة العمر؟ اديني قدامك اهو يا عثمان عشان اعرفك ان اعرف اجيب حق مراتي كويس. ما شاء الله، اول مره اشوفك يا هنفوت طالع لك صوت. انا سبق قلت لك قبل كده ان ما حدش له حق عندي. اهدى بس كده يا عثمان بيه، اهدى كده واحنا هنفهمك على كل حاجه. هتفهمني ايه؟ هفهمك ان كل واحد ليه حق عندك لازم ياخده. حق ايه؟ حق انا واختي اللي انت نهبه طول السنين اللي فاتت دي، ولا نسيت؟ انت ازاي يا ولد بتكلمني بالاسلوب ده؟ رد عليا. ما انت ناهب حق انا واختي وما اكتفيتش بكده. انا قلت ما حدش له حق عندي. ما تهدى بقى يا عثمان بيه وركز شويه، احنا بنفهمك مش بنطالبك، لانه خلاص ما بقاش في اي حاجه في ايدك عشان نربط بيها. فلوسك وكل ما تملك بقى تحت ايدينا دلوقتي. ازاي؟ ازاي دي هتعرفها كويس قوي. مش انت كنت شايفني هنفوت؟ اديني قدام منك اهو، عشان انا عارف ان طول عمري في نظرك هنفوت. قررت انك ما تشوفنيش هنفوت تاني. ومش انت بس، لا،
انت ومراتي اللي ما كانتش شايفاني راجل من وجهه نظرها. انت فين يا رشا هاني؟ انت فين يا رشا هاني؟ انت فين؟ ايه انت بتزعق كده ليه؟ ايه الدوشه دي؟ دوشه هتعجبك قوي يا مدام فريد. ده تقصد ايه بقى ان شاء الله؟ دلوقتي تفهمي كل حاجه. فاضي كده عشان ارجع لك حاجه وعشان اشيل من دماغك كلمه اللي مش راجل او اني عاوز اني ارجع لك حاجه كده عشان اثبت لك انت واهلك ان اعرف احمي مراتي كويس وارجع لها حقها حتى لو كان حقها دم اخوها. فلوسك يا رشا هاني نصيبك فلوس ابوك الله يرحمه اللي صبعتني بيه السنين اللي فاتت كلها وعليهم كمان 4 سنين اللي فاتت عشان تبقي مرتاحه ومبسوطه كويس. طيب اسكتي خالص وما تقوليش ولا كلمه. من الوقت اللي بتسمعي فيه بس يا مدام. ما انا من يوم ما اتجوزتك وانا بسمع بقول لك حاضر وطيب ونعم وده كله عشان حبيتك بجد. بس انت ما احترمتيش لا الحب ولا الطيب. وعلى العموم يا بنت الناس حقك معاكي. ولازم تعرفي ان السبب الوحيد اللي خلاكي على فترتك لحد النهارده هو ان اعرف اجيب لك حق. وان اخر يوم في حياتنا الزوجيه تشوفيني الراجل اللي بتتمنيه. اخر يوم في حياتنا الزوجيه؟ اه صدقني اخر يوم في حياتنا الزوجيه. لان خلاص قررت ان اكون راجل دايما قدام نفسي قبل ما يكون قدام اي حد. وعشان كده دوست على قلبي عشان اعلمه ان الحب اللي من غير كرامه لازم تبقى هي دي نهايته. انت طالق يا رشا هاني. طالق كلب ولا تسوى. كلب؟ والله ما شفت كلب غيرك يا شيخ. واكل حقي انا واختي وما اكتفيتش بكده، لا ده انت قتلت مراتي الانسانه الوحيده اللي حبيتها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول الحقيقه يا مدام فريده. لا طبعا دي مش الحقيقه، انت كذاب. كذاب؟ اهو قدامك، خليه يكذبني لو يقدر. عتمان قول له ان انت كذاب، قول ان ده ما حصلش، انت بريء من دمها. رد يا عتمان. ما حصلش ايه يا فريده هانم؟ جوزك ما شاء الله ما سابش حد غير لما افترى عليه. لا وايه ده حتى اقرب الناس ليه. صح يا عتمان؟ انت اللي بتعمل كده يا فايز. انت اعمل ايه بقى؟ نصيبك الاسود وقعك مع واحد بيحب الحق قوي وبيحب يرجعه لاصحابه. وانا قلت ما حدش له حق عندي. قصدك مفيش حد الا وله حق عندك. ايه اللي دخلك هنا يا حيوان؟ اخرس. مغاوري اللي انت تعرفه مات ورجع كيف ما ربنا خلقه، راجل من ظهر راجل. والنهارده انت يا عثمان من غير بيه لازم تدفع ثمن كل اللي عملته. اسكت يا مغاوري، اسكت. بعد يدك النسة دي عنك. قلت لك اسكت يا مغاوري، اسكت. عثمان تاريخك الوسخ اني اللي حافظه هناك. محدش من دول كلاتهم يعرف ان انت راجل نتن الا مغاوري اللي هو في الاصل صاحبك واخوك وللاسف متربي معاك. الرباية اختلفت لكن اصلا ما هيتغيرش، لان الخسيس بس هو اللي القرش يغير. لكن انا فقت وكل اللي عملته يا عتمان كوم وتمن ان انت خدت مني بنت الناس اللي انا دليتك على مكانها وزلتها. قلت لك اسكت يا مغاوري. اخرس انت.
ما عادش مغاوري بتاع زمان، في دلوك مغاوري الصعيدي الراجل قوي زي ما انتوا هتقولوا في البند. تمام. وحبل المشنقة اللي انت مهددني بيه والتار اللي عليا ما عادش يهمني، برضك زي ما هتقولوا هنيه بح. ومين قال لك انك هتتعدل يا راجل يا طيب؟ وانت ما تعرفش ان اللي يهرب من حكم الاعدام 30 سنه يسقط عليه الحكم؟ ايه اللي جابك هنا يا شوال؟ شواف؟ خليك انت اللي شواف، خليك انت اللي شواف يا عثمان بيه. ده انت موسوعه يا اخي، موسوعه مخدرات واثار واعضاء وعمله وتهريب، وكل ده فاكر ان انا اللي شواف؟ ازاي انت مش شواف؟ انا المقدم محمود رجائي من المباحث العامه يا بيه. ايه اللي انت سمعت؟ طبعا نفسك تعرف ايه الحكايه، ومن حقك تعرفها، لان دي اخر حكايه هتعرفها واحلى حكايه هتسمعها وهتشوفها، لان بعدها انت مش هتشوف تاني يا عثمان بيه. الحكايه بدات معايا لما جات لي اصابه في رجلي وحاجات في المستشفى. اتعرفت على الدكتوره سلمى، حبيتها وهي كمان حبيتها، بس اشترطت عليا ان انا ادور لها على ابوها اللي رماه وهي حته لحمه حمراء. فعلا دورت على ابوها، بس لما لقيته لقيت بلاغات كتير قوي ضده ان هو بيشتغل في كل حاجه شمال. ما قدرتش اخبي عليه. عارف ليه؟ لاني اتكلفت بالقبض عليه، بس عشان اثبت لها كلامي وتثق فيا كان لازم تشوف ابوها في عينيه، ولازم هي اللي تكرهه زي ما كل الناس بتكرهه. اضطريت اعمل الشواف واجيب مراتي معايا، دكتوره سلمى، قصدي فاطمه بنتك. ايه؟ فوتنا بنتي انا؟ بنت. بنت كلمت ستها وهي حته لحمه حمرا، ما سالتش عنها ولا هي ولا امها، سبتهم وعشت حياتي. فكرتش تسال عنهم اذا كانوا عايشين ولا ميتين، محتاجين لك ولا نسيوك زي ما انت نسيت ان كان ليك بنت محتاجه لرعاية. يا اخي يا اخي، ده حتى الكلاب محتاجه للرعاية. عارف، برغم رميتك ليا انا وامي ان انا فضلت ادور عليك، كان نفسي اشوفك واترمي في حضنك واقول لك وحشتني، اقول لك بنتك بقت دكتوره. شوف نظره الفخر بعينيك، نظره الفخر ببنتك. بس ساعتها شفت في عينيك نظره تانيه خالص، نظره خوفتني منك، نظره طمع في لحم بني ادم وجهها اعمى. دي اسود انواع الطمع. ساعتها حسيتك مش بني ادم، شيطان دخل عليا اوضه النوم وانا نايمه. بس يا فوتنا، كان عايز يعتدي عليا، بس يعتدي على بنته. ساعتها حسيتك مش بني ادم، لقيت ربنا بينتقم ليا انا وامي. طمني يا عثمان بيه، انت زمان بريت مني انا وامي. انا اللي جايه النهارده اقول لك ما يشرفنيش ان انت تكون ابويا. انا بكرهك، انا بكرهك. ايه ده مسلسل ولا فيلم ولا ايه؟ طب اسقف؟ طب اعمل ايه؟ ايه ده يا عثمان؟ ايه اللي انا بسمعه ده؟ انت جوزي؟ انت اللي جوزي اللي قعدت معاك اكتر من 25 سنه متجوزاك؟ مخدرات واثار واعضاء وعيله بتعتدي على بنتك يا اسكتي يا فريده، بس اسكتي. تلمسنيش، اوعى تقرب مني وما تقوليش اسكتي. انا سكت كتير من خيانه وظلم وقهر. كنت بشوف خيانتك ليا بعينيا،
كنت بسكت واقول يا بنت عدي وكبري، المهم حضن ولادي. زودتها يا عتمان قوي، زودتها وانا ساكته، لكن لحد كده لا. ايه يا شيخ انت شطان ماشي على الارض، ما بتفكرش في ربنا، ما تعرفوش، ما بتعرفش الحلال من الحرام. ده البني ادم اللي ما بيعرفش حتى يقول كلمه طيبه بس عارف ربنا. انت عديم المشاعر والقلب، انت بني ادم جاحد ومش عارفه اقول لك حاجه غير منك لله، منك لله على عمري اللي راح، ومنك لله على كل اللي عملته، منك لله. انا اللي عملت كل ده، انا اللي الشيطان غواني. ازاي وصلت لكده؟ وصلت بيا ان انا اخش على بيتي اوضه النوم. ازاي؟ لا، انا فعلا ما استحقش اني اعيش. اللي زيي لازم يموت، لازم اموت نفسي. انا ما استحقش اني اعيش. لا، ما تموتش دلوقتي، بس حظك زين يا عتمان. انت قتلتني كل يوم 30 سنة، لكن برضه حظك حلو، هتموت مرة واحدة. لا بكرة اللي كانوا يفسدوا يابا الغني من الحرم لو شاف ابن الحلال يحسده. ناس بتعبي في شكاي، مقاسي معاصي وخساي. ناس بتعبي في شكاي، مقاسي معاصي وخساي. مين بقى ضميره ده ماله مهما يستف في ماله؟ مين بقى ضميره ده ماله مهما يستف في ماله؟ ولا يعلي بعمال مصيره مستصعب. قدامها سريعة قوي بصراحة بس لذيذة. رونايدا أول عرض، وبرضه بسم الله ما شاء الله. بس هدية تانية من فريق الاتحاد شباب. طبعا ابني وحبيبي، بس ده يعني هذا الشبل من ذاك الاسد، عبد الله الطواب. طبعا الجميله نور يوسف، ابني برضه وحبيبي اللي شرفني شهاب المسرح. صوت سمعتوه شويه يعني جميل، اكيد عجبكم. اللي غنت اغنيه بانو وهي سما. اشكر الناس اللي تعبت معايا، طبعا بشكر فريق التنظيم بقياده كابتن محمد الصفتي واخويا محمد العطار، فريق الاتحاد بشكركم جدا. اضاءه وميوزك بقى اللي اتبرع فيهم حد حبيبي قوي، هو مخرج جميل وممثل اجمل، وهو اخويا وحبيبي الاستاذ محمد الكحلاوي. طبعا انا بشكر كل ضيوفي، بشكر الاستاذ علاء عيد والدكتور الاستاذ عاطف زهري
تنفيذ اضاءه الاستاذ احمد الروبي. اتمنى ان العرض يكون عجبكم وانا اتشرفت بيكم واشوفكم في عرض استاذ علي هيبه طبعا مشرف جدا. استاذ احمد كمان استاذ وليد.